حكايات 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 جايلنا في أحلى الأوقات، مع خالته أسماء السكرة وأصحابنا في كل البلدان. هنطير سوا مع بعضنا لعالم كله مغامرات، نسمع نفهم نتعلم ونبقى أبطال في الحكايات. يا أهلا بكل حبايب خالته أسماء، وحشتوني قوي يا أبطال. النهاردة بطل قصتنا ولد طموح جدا وشغوف بالمعرفة، وحابب يشوف ويتعلم كتير قوي زيكم كده بالظبط. وليد بطلنا الهمام قرر ياخد شنطته ويطير لبلد غالية قوي على قلوبنا، بلد الإنسانية والخير، بلد المحبة والسلام، بلدنا الكويت الشقيقة. بس وليد ما راحش هناك عشان يتفسح وبس، ده رايح يقابل قامة كبيرة وقيمة عظيمة جدا، العم إبراهيم طاهر البغلي. تعالوا نشوف وليد عمل ايه في مبرة الابن البار. ايوه، كتير منكم بيسأل يعني ايه الجملة دي اصلا. انا سامعة واحد هناك في اخر الصف بيقولي يعني ايه مبرة الابن البار دي. وليد بيكلم نفسه بحماس وحب شديد جدا. يا سلام على جمال الكويت واهلها، ده أنا النهاردة في ضيافة رجل البر العم إبراهيم البغلي. أنا كنت فاكر إن أنا جاي أقابل رجل أعمال عادي والسلام، بس لقيت نفسي قدام قلب كبير وبيساعي الكل. وليد وهو سرحان لقى صوت باب بيتفتح بخفة، وفيه خطوات واثقة بتمشي تجاهه. وليد قعد يبص بعينيه ويشوف كده كويس مين اللي جاي، لحد ما شافه وبادر بالتحية وقال له: السلام عليكم يا عم إبراهيم، أنا وليد وجاي من مصر عشان أتعلم منك سر الجمال اللي انت بتنشره في الدنيا. بصله العم إبراهيم وابتسم له ابتسامة أب شايف إصرار ابنه واجتهاده، وبدأ في صب القهوة العربية المعروفة هناك وفي فنجانه الخاص. كمل وليد تساؤلاته الذكية وقال بصوت كله شغف للمعرفة وحب وحماس شديد قوي كمان: يا عم إبراهيم، الناس بتعمل مسابقات للكرة والفن، بس انت عملت جايزة غريبة بس في نفس الوقت جميلة قوي، جايزة الابن البار. ايه اللي خلى قلبك ينشغل بفكرة بر الوالدين ورعاية كبار السن والمسنين؟ عارفين يا ولاد العم إبراهيم رد عليه وقال له ايه؟ قال له: يا وليد يا ابني، إن بر الوالدين هو مفتاح الجنة في الدنيا قبل الآخرة، وإن اللي بيكرم كبار السن ربنا بيكرمه في شبابه وفي مشيبه كمان. وحكى الوليد عن مبرة البغلي وإزاي بتهتم بكل أب وبكل أم، وبتكرم كل ابن بار بيحب أهله، وإن إزاي كل الحاجات دي مهمة قوي عشان تعرفنا أصول ديننا وإننا بنتعامل إزاي مع أهالينا. أهم حاجة التعامل الصح. وليد وهو قاعد مع العم إبراهيم سمع صوت حفيف قماش فاخر، فوليد أكله الفضول بقى عايز يعلق: الله، البشوت اللي عندكم في صالة البغل دي ليها هيبة عظيمة وكبيرة أوي يا عم إبراهيم. العم إبراهيم رد عليه بصوت وقور وقال له: يا وليد، البشت ده مش مجرد لبس، البشت ده ستر ووقار، وزي ما بنستر أهالينا بالحب بنلبسهم تيجان الكرامة برعايتنا ليهم. وهنا وليد اتعلم أهم درس في حياته، إن النجاح مش بس فلوس وشهرة، النجاح الحقيقي
هو إنك تكون بار بأهلك ونافع لمجتمعك زي العم إبراهيم البغلي بالظبط. يا رب يا ولاد كلنا نكون بررة بأهالينا عشان نكون منورين زي اللؤلؤ في البحر بالظبط. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، بس قيمنا لسه محفورة في القلوب. استنوني في مغامرة جديدة ودولة جديدة مع بطل جديد، ويكون من اختياركم انتم. كانت معكم خالته أسماء. باي باي. حكايات حكايات حكايات، أساطير كلمات وسلام، غنوة وحواديت أحلام، مع خالته أسماء السكرات، هتفضل عايشوا معانا للسنوات.